هل انت جرافيك ديزاينر ولا انت ديكوريتور؟ ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الديكوريتور بيزود حاجات على الفيجوال سبيس اللي موجوده قدامك عشان يخلي شكلها حلو. الديزاينر بيشيل حاجات من الفيجوال سبيس عشان يخليها تشتغل ويبقى ليها هدف ورساله تقدر توصلها. بتشوف حواليك تصميمات كتيره جدا وبورتفوليوز كتيره جدا مليانه باشكال فنيه وجماليه ملهاش اي هدف او اي افاده للتصميم، جريدينتس كتيره جدا ملهاش معنى، وتكتشرز كتيره جدا ملهاش هدف. شكلها لذيذ بس في الاخر ما كانش ليها اي هدف خالص في التصميم اللي انت عامله. وده طبعا علشان نبقى متفقين مش معناه ان الجماليات دي حاجه وحشه في التصميم، مش معناه ان دي حاجه انت المفروض تتجنبها. طبعا على حسب ستايل التصميم بتاعك ممكن تبقى معناه كده. لو انت بتشتغل بستايل المينيماليزم او السويس ديزاين المعروف برضو كالانترناشونال تايبوجرافيك ستايل، فبالنسبه لك الديكوريتيف اليمنتس دي كلها حاجات ملهاش لازمه ودي حاجات بوظت التصميم. بس مش كلنا بنشتغل بالستايلات دي او حتى كلنا بنتبعها على مرحله ما، لان في الاخر ده يعتبر واحد من الحاجات الكور اللي بتعرف التصميم بتاعك ده كويس ولا لا بطريقه اوبجكتيف شويه. بس كلنا بنشتغل بمتولدات منهم. بيبقى عندنا كونسبت اساسيه من السويس ديزاين ومن المينيماليزم وبنستخدمها في التصميم بتاعنا، بس برضو بنوازنها مع ديكوريتيف اليمنتس ونخلي الاتنين يوازنوا بعض ونحقق التوازن المناسب والكرياتيفيتي والابداع مع برضو الشغل المظبوط اللي وصل الرساله بتاعته صح. الفكره هنا ان احنا بنتكلم عن الاليمنتس اللي بتبقى زياده عن حدها، الاليمنتس اللي انت حطيتها وملهاش اي استخدام او اي لازمه، ما ضافتش للرساله، ما ميزتش الرساله وملهاش أصلا علاقة بالموضوع بتاعك. النهاردة هنتكلم عن النظرية الأساسية في المودرنزم، Forms follows function أو الهيئة بتتبع الوظيفة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة فات جرافيكس. أمير هوست عز حجاج، ويلا بينا. الكود بتاعتنا forms follows function، أول حد قالها أو اللي طلع المبدأ ده كان لويس سوليفان، وهو كان أركيتكت مشهور جدا في القرن ال19. وبعدها بكمان كام سنة أركيتكت كمان مشهور جدا اسمه أدولف لوس دعم النظرية دي. كان كتب إيساي أو بيبر اسمها Ornaments and Crime. كان نظريته اللي قالها وقتها إنك تزود decorative elements زي شوية carvings أو نحت في مبنى معين، او انك تضيف وشم لجسمك او اي حاجه من الحاجات دي، هي علامه عن البريميتيف سوسايتي، المجتمع اللي لسه ما اتطورش. الفكره كلها ان هو كان بيقول ان المودرن سوسايتي، المجتمع الحديث، هو مجتمع افيشنت، مجتمع بيعمل الحاجه عشان الحاجه دي احنا محتاجينها مش عشان الحاجه دي شكلها حلو. المجتمع بيقول اللي احنا مش هنحتاج جولد ليفز عشان نحطها على العمود اللي في المبنى بتاعنا عشان يبقى لونه جولد وحلو، احنا هنعمل العمود علشان يدعم المبنى ويعمل وظيفته بس كده. form follows function تقدر تشوفها في حاجات كتيرة حواليك، من أبسطها المعلقة البلاستيك أو المعلقة الحديد اللي عندك في البيت. المعلقة ليه شكلها عامل كده؟ ليه شكلها اوفل؟ علشان المصمم اللي عملها بص فيها وقال الترند دلوقتي ان احنا نستخدم اوفلز فهنعمل شكلها اوفل؟ اكيد لا، اتعملت اوفل لان ده احسن شكل مناسب واريح شكل بالنسبه لنا لما تيجي تحط المعلقه في بقك وانت بتاكل. ليه اتعملت بدراع طويله؟ ما احنا كان ممكن تبقى قصيره ونمسك المعلقه كده على طول ونغرف الاكل كده على طول قريب، يعني مش محتاجه تبقى ممسوكه من بعيد وطويله كده، علشان لما تيجي تحط المعلقه في حاجه سخنه وتيجي تشيلها الحراره تحتاج انها تاخد مسافه عشان توصل للطرف البعيد اللي انت مستخدم منه المعلقه. فمن الاخر يبقى اسهل بالنسبه لك انك تاكل الحاجه السخنه دي، وفي نفس الوقت عشان تبعد ايدك على قد ما تقدر عن الاكل نفسه، فلو ايدك نفسها متوسخه الحاجه دي ما تقربش من الاكل، وبرضو علشان الاكل نفسه ما يجيش على ايدك. من الاخر الفورم اللي هو الشكل اتحددت بناء عن الفانكشن، اتحددت بناء على احنا محتاجين ايه اللي يحصل ومحتاجين نعمل ايه. ده في الاخر لما اتعمل ادى لان طلع لنا الشكل ده. بس لو جيت نفس المعلقه دي ورحت جاي عامل فيها شويه زخرفات وفتحت فيها كام فتحه عشان يبقى شكلها روش ومش عارف ايه وباترنز ورسومات، بقى شكلها حلو، بقت عنصر ديكوراتيف تقدر تحطه في النيش عندك وتبص عليه، وممكن تبقى قطعة فنية ثمينة جدا وغالية عادي جدا. بس في الاخر ما بقاش ليها فانكشن، ما بقتش معلقة تعرف تستخدمها وتاكل بيها. تيجي تاخد بيها شوية شوربة تلاقي الشوربة وقعت على طول من الفتحات اللي معمولة فيها، ما بقاش ليها استخدام، الفانكشن بتاعتها باظت علشان الفورم بتاعتها اتغيرت. وده بيشكل نسبة كبيرة جدا من التصميمات اللي هتلاقيها حواليك في أماكن كتيرة، تصميمات حلوة بس ملهاش فانكشن،
ملهاش هدف نهائي ومحققتش المطلوب منها. من افضل الامثله جدا على موضوع فورمز فولوز فانكشن هو خريطه مترو بتاع لندن. في 1931 هاري بيك عمل الخريطه بتاعه المترو بالشكل المودرن اللي احنا عارفينه دلوقتي كله، اللي معظم الاماكن او كل الاماكن كمان بيستخدموا حوالين العالم. في الاول الناس كانت بتعمل خرائط المحطات دي بالشكل بتاعها على ارض الواقع، يعني ما بين المحطة دي ودي 100 متر، هيبقى ما بينهم على الخريطة ما يعادل ال 100 متر. طبعا أكيد ما فيش ما بين محطة وثانية 100 متر، يعني ما بين المحطة ودي جبل وزاوية مش عارف إيه، هيرسم الكلام ده. ففي الآخر بيبقى عندك خريطة معقدة جدا، الشخص بيروح يبص فيها مش عارف يستخدمها. هاري بيك هو اللي عمل الشكل الحالي، ما راحش رسم خريطة، هو راح رسم سيركت بورد. اللاينز كلها بدل ما هي طالعة شوية ونازلة شوية وكيرف ومش عارف حدود، وخلاها كلها خطوط ستريت، خطوط كلها ماشية عادي وفيها بس انعطافات على زوايا 90 أو 45، وغير المسافات. لأن الناس اللي هتصادم المترو مش محتاجة تعرف المسافة ما بين المحطة دي والمحطة دي قد إيه، مش محتاج تبقى النقطة دي هنا والنقطة اللي بعدها هنا والنقطة التالتة اللي بعدهم جنبهم كده، عادي ممكن يبقوا 3 نقاط جنب بعض بالشكل ده. وقتها بقت المحطات البعيدة جدا عن بعض والمحطات القريبة جدا من بعض المسافة ما بينهم على الخريطة قدامك هي نفس المسافة. طيب ليه عملنا كده؟ ممكن بعض الأشخاص يبقوا شايفين إن دي فكرة وحشة أصلا حتى دلوقتي. ليه أعمل حاجة زي كده؟ ليه أشيل التفاصيل؟ ده ما بقاش تصميم دقيق، ما بقتش خريطة دقيقة. الفكرة إن هنا الدقة ما كانتش الهدف كان النافيجيشن، إن أنت تعرف أنت رايح فين وجاي منين. إن أنت عندك دلوقتي ناس نازلة المحطات دي ومش عارفين هم دلوقتي فين، مش عارفين هم المفروض يروحوا فين، مش عارفين المفروض ينزلوا فين ويبدلوا فين، مش عارفين يوصلوا للهدف النهائي بتاعهم. فأستاذ هاري بيك عن طريق ان هو تجاهل الفورم اللي هو الرياليتي واتبع الفانكشن اللي هو النافيجيشن، ان احنا عايزين الناس توصل بسهوله للديستنيشن بتاعتها، وصل لان هو عمل واحده من اشهر قطع تصميمات البيانات في التاريخ. تخش على دريبل ولا تخش على بيهانس تلاقي في الصوره لسبب ما بدون اي دافع ورا المين كاركتر معمول لك ديستورشن كده بإفكت جلاس تبع جلاس مورفيزم، او معمول لك بلوري لاين او دايره لسبب ما ملهاش اي عامل برضه او اي دافع، او افكت افتر جلو او افكت جلو. يعني انت دلوقتي بتبص على العنصر ده والعنصر الزخرفي بحد نفسه حلو، التصميم شكلا حلو فعلا، بس هل ده دعم الرساله بتاعتك في اي حاجه؟ هل ده اضاف لها اي حاجه؟ لا. هتبص على التكست في بعض التصميمات دي وهتلاقي ان التكست ده مستحيل تقدر تقراه، مش واضح خالص، سواء الفونت نفسه وحش، سواء الكلاريتي والكونتراست ما بين الفونت والخلفيه مش كويس اصلا ان هو يتقري. التصميمات دي بتتصمم لللايكس، بتتصمم لانها تبقى فايرال او انها تطلع ترند، مش انها في الاخر يبقى في حد فعلا هيستخدمها، مش ان يبقى في الاخر في كونسومر او كلاينت هيشوفها ويحكم عليها ويحاول يوصل لهدف بيها. ومش هقول لك ان ده حاجه غلط، فيها كذا حاجة كويسة. أول حاجة احنا كمصممين عايزين برضو في بعض الأوقات إن احنا نطلع إبداعية وخلاص. أنا عايز كانفاس وأقعد أعمل حاجات شكلها حلو وأوصل في الآخر لتصميم عجبني شكله من غير ما أوجع دماغي بموضوع الفانكشن ده. في الآخر التصميم ده أنا مش عامله لكلاينت، أنا عامله لنفسي وعايز أعمله كده عشان عجبني كده، مفيش مشكلة. عايز أعمل التصميم ده علشان أوري الكلاينتس بتوعي مثلا إن أنا بعرف أعمل الحاجات دي، دعاية لنفسي، وعايز اشول السكيلز اللي عندي اللي انا اقدر اعملها المختلفة، برضه مفيش مشكلة. بس لازم انت في الاخر كديزاينر تاني لما تيجي تبص على الحاجات دي تعرف ان دي حاجات ديكوريتيف، ان انت لما تيجي تعمل شغل لكلاينت حقيقي في الاخر مش هينفع تعمل الحاجات دي، او ممكن تنفع تعملها برضه على حسب الهدف النهائي المطلوب منك. الحاجات دي بحد ذاتها الجلاس مورفيزم والجلوز والكلام ده كله ما هوش غلط، الحاجات دي كلها عناصر ليها استخداماتها وليها أماكنها، وتقدر عادي جدا إنها تبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت تتبع الفانكشن بتاعتك وتحقق الأهداف اللي انت عايزه. بس هتلاقي في بعض الأحيان ناس فعلا مش عارفة تفرق ما بين الاتنين، ناس مش عارفة تفرق ما بين التصميم ده أنا عامله لنفسي كحاجة جمالية، عامله لنفسي كدعاية إن أنا أشول السكيلز بتاعتي وأعرف الناس إن أنا أقدر أعمل ده وأقدر أعمل ده، ومش عارفين يفرقوا ما بين اللي احنا قلنا عليه ده وما بين ان ده فعلا تصميم فانكشنال هستخدمه علشان الناس تشوفه، هستخدمه علشان ابيع منتج. ففي الحالة دي معانا اكسرسايز بسيط جدا هيحل لك المشكلة دي بكل سهولة وسرعة. افتح تصميم من تصميماتك القديمة وشاور كده على كل إليمنت في التصميم ده واحد واحد،
الفونت اللي انت مختاره، الشيب اللي انت حاطه، الصوره اللي انت حاططها، اللاين اللي رسمته، الباترن، التكتشر، كل حاجه. واسال نفسك في كل واحد ايه استخدام العنصر ده في التصميم بتاعي، ليه العنصر ده موجود هنا. من الاجابات الوحشه اللي ممكن تطلع لك بسبب ان المساحه دي فاضيه فحطيت عنصر هنا عشان امليها او عشان اوزن التصميم. بسبب ان اللون البنفسجي دلوقتي طالع ترند فاستخدمت لون بنفسجي. بسبب ان التكتشر ده دلوقتي طالع ترند فاستخدمت التكتشر ده. اجابه كويسه هتبقى ان اللاين ده بيفصل ما بين التكست والبرودكت فحطيته علشان يعمل فيجوال سيبريشن ما بين الاتنين. بيرفكت. انا اخترت هنا اللون الاحمر علشان بيشير لورنينج او لتحذير، ودي نقطة مهمة جدا محتاجين الفيورز في الآخر ياخدوا بالهم منها. بيرفكت. الشيب بتاعك أو الشكل بتاعك كان ليه هدف فعلي نهائي في توصيل الرسالة بتاعتك. فهنا هنتبع منطق بسيط جدا. إذا كان العنصر اللي قدامك ده أنت مش عارف تفسر بالمنطق ليه هو موجود وإيه استخدامه، امسحه. في حالة إن التصميم باظ ببساطة رجع العنصر ده تاني. التصميم ده او العنصر ده كان ماسك التصميم وشده مع بعضه، اوكي مفيش مشكله. بس في حاله ان التصميم ما فرقش فيه اي حاجه ان العنصر ده اتمسح، خليه ممسوح زي ما هو، ما ترجعوش تاني. وهنا الرساله النهائيه بتاعتنا ان الجمال هو عنصر جانبي، هو الباي برودكت من النتيجه الفعاله. الجمال بيطلع معاك لما تعمل حاجه فعلا بتحقق الهدف بتاعها. كده كده هيطلع معاك في الاخر لو الحاجه بتاعتك معموله مظبوطه. الطيارات الجيتس مثلا اللي الناس كتيره جدا بتحبها لان فعلا حاجه شكلها مودرن وسريعه وقويه جدا، الناس بتحبها ومعجبه بشكلها مش علشان الطياره اتصممت ان يبقى شكلها حلو. الطياره اتصممت عشان تتبع فانكشن معين انها تبقى سريعه، ولما حققت الفانكشن بتاعها ده بطريقه كويسه جدا الجمال ده طلع معاها طبيعي عشان هي حققت الفانكشن دي. فالفورمز فولوز فانكشن، وعلى طول لو عملت الحاجه بتاعتك مظبوطه والهدف النهائي بتاعك اتحقق، اضمن ان التصميم بتاعك على طول هيبقى حلو. لو استفدتم من الفيديو وعايزين تدعموني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وبس كده. Free audio post-production by alphonic.com.